وداخلين دلوقتي على اكبر هرم خوفو. الهرم دوت يا جماعه في نهايته المفروض غرفه الدفن، وده كان بيتم ايام الفراعنه، بيستخدموا العسل كسر من اسرار التحنيط مخلوط بمجموعه حاجات خاصه بالتحنيط. يلا بينا، الوضع الدنيا حر جدا، احنا بنجيب عرق من كل حته، معانا ازازه ميه وربنا يستر. يلا بينا. التفاصيل بصراحه احنا ماشيين في مكان شكل الممرات فيه بصراحة غريب وجديد. احنا المفروض فيه هنا سلم هم عاملينه، في سلم اوريدي معمول، ده نفق بيوصل لسرداب تحت الهرم. طبعا احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يبقى موجود داخل المكان ده، نفسها ممنوع الدخول. احنا دلوقتي طالعين على السلم شوية كده، هنبدأ نشوف الأنفاس بتاعتنا بدأت تقل، بنوطي على قد ما نقدر عشان الوضع صعب. زي ما انتم شايفين الناس نازله اهي، احنا هنطلع بنفس الكلام وهننزل بنفس الوضعيه، فصعب ومجهد، وان شاء الله نكمل الرحله على خير. ولازم اسيب لكم مفاجاه جوه هرم. Everything okay up? Yeah, it's good. Or too much hard, huh? Too much hot. Too hot. يا ربنا يستر. انها نازله في ساونا، يعني بصوا الشباب جايين بيقولوا الموضوع صعب جدا وربنا يستر. احنا دلوقتي طالعين منحنيين تقريبا انحناء 45 درجه. في مقولات بتقول ان الممرات دي اتعملت بسبب ان لما تطلع غرفه الدفن فوق تطلع وانت موطي للملك. ده المفروض بعض الاساطير اللي اتقالت. الدنيا هنا بتضلم في نقط نور، الموضوع صعب بصراحة. الحمد لله مصدر نور اهو. انا مش عارف ارفع الكاميرا، استنوا هناخد ريست شوية. الكاميرا اوريكم الممر اللي احنا هنمشي فيه. الموضوع خالي من اي نقوش على جدران الممرات. هل بقى الموضوع ده او كانوا بيحنطوا المومياوات هنا؟ الله اعلم. خلونا نكمل وربنا يستر، نطلع فوق شوية نلاقي مكان اتليست نقف فيه. ايه انتوا كويسين ورا؟ الحمد لله. الحمد لله وقفنا شوية، محتاجين ناخد نفسنا شوية. زي ما انتم شايفين الوضع، المكان الباقي هنبقى فاردين ظهرنا. هنا احنا في مكان اهو، في اماكن مفرغة بصراحة مش عارف ده كان المفروض بيعمل ايه. المكان ده مقفول بقفل، مش باين اي حاجة. دلوقتي احنا طلعنا في مرحلة تانية، محتاج اسيب في كل مكان حاجة كده تذكار لأي حد يجي بعد مني يشوف الموضوع ده. طبعا الناس كلها تعبانة هنا، بنجيب كأننا في ساونا. ادي الممر، شكل الممر من فوق، ده المكان اللي احنا مشينا منه. فاتر كتير ما بقالك كتير، استر يا رب. في صوت غريب بيشغلينه فوق بس سكت الصوت، سامعين؟ المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي، اهم معلومة لازم تعرفوها ان هم كانوا بيعتبروا النحل هو عبارة عن دموع الآلهة. يعني ايه دموع الآلهة؟ دموع الآلهة لما بتيجي تبكي النقط بتاعتها بتنزل على الارض وبتعمل النحل. النحل لما بيجي ينتج عسل، في الحالة دي العسل ده بيبقى مادة خام بتستخدم كقرابين للآلهة ما بين التجار والنبلاء. يعني ما ينفعش هادي نبيل ب70 جنيه أو 80 جنيه. العسل يا جماعة قيمته أغلى من كده بكتير جدا. دي غرفة الدفن بتاعت الملك خوفو. تعالوا كده، حوض من الرخام. هل هنا كان بيتم التحنيط أو هل هنا كان بيتم مراسم الدفن؟ الله أعلم. بس اللي أقدر أقوله لكم إن المكان ده كويس جدا، لازم تيجوا تخوضوا التجربة على الأقل مرة واحدة بس في عمركم. وأخيرا وصلنا لميعاد الهدية. عسل من بتاع العسل بالذهب في قلب مقبرة الملك خوفو. آخر كورنر هنا
انا سايبه لاي حد يشوف الفيديو ده هديه مني ليه، بس خد بالك عشان العسل جنبه مفتاح كهرباء، وانت خد بالك تاخد العسل كده من غير ما تلمس حاجه. احلى رجاله واحلى ناس في الدنيا، سلام.